وصفة اليوم دجاجة مشوية بالكيس الحراري. إذا ما مجربيه جربوه، كلش حلو بالتسوية، يختصر الوقت وتطلع الدجاجة ذايبة. بس أهم الملاحظات إنه ما تعرضوه للنار المباشرة من فوق لأنه يحترق، ولازم تثقبوه قبل ما يدخل الفرن حتى ما ينفجر. وهسه نبلش بوصفتنا. أول شي خليت البهارات أتركها لكم أسفل الفيديو. ضفت ربع كوب خل أبيض وربع كوب كاتشب وربع كوب دبس رمان. خلطت المكونات وراح أخلي الدجاجة بيها. طبعا ما يحتاج نخليها وقت طويل بالتتبيلة، مجرد يعني نتبلها ونخليها مباشرة. عندي هنا الكيس الحراري خليت بيه رشة طحين حتى أضمن الدجاجة ما تلزق بيه. خليت الدجاجة بالكيس وبعدين راح أخلي البوتيتا بنفس التتبيلة الباقية، ونرجع نخليها هي والتتبيلة مالتها كلها. بعدين نقفلها بالقفل اللي يجي وياه خاص بهذا الشكل. وسويت الدجاجة ويا التتبيلة مثل ما تشوفون، وبعدين راح نثقبها بالعود الخشبي أو سكينة براحتكم في الثقبين أو 3، وندخلها الفرن بس من جوا. ورا ساعة تقريبا أو ساعة ونص حسب حجم الدجاجة راح نفتح الكيس الحراري ونحمرها من فوق. وهذا شكله بالخير وبالعافية.